في لحظة حسيت إنه كل الأبواب مقفولة وهي اللحظة كانت بداية كل شيء. مين اللي قنعك إنك رح تنجح وإنت نايم؟ كلنا بنحلم بالنجاح، كلنا بنقول بدي أوصل، بس في فرق كبير بين اللي بيحلم وبين اللي بيتعب. الأول بيتفرج على حياته والتاني بيبنيها. مين قنعك إنك رح تنجح بدون ما تبذل جهد؟ النجاح ما بيجي، النجاح بدك تروح لعنده من الصبح لآخر النهار 1000 مرة وألف كرة وبعدين بتستاهله. مين اللي قنعك انه النجاح بيجي وانت عم تطلع على اللي بايد غيرك او عم تحكي على اللي بغيرك او عم تركز مع اللي بغيرك؟ بدك تنجح ركز على حالك. الناجح مشغول ببناء حياته مو بتفسير حياة غيره. تخيل شخصين، الاول كل يوم بيسأل شو عمل فلان وين وصل علتان، والثاني كل يوم بيسأل انا اليوم احسن من امبارح. وبعد سنة الاول لساته عم يسأل نفس الاسئلة، اما الثاني صار هو اللي بيسألوا عنه الناس. بدك تقنع عقلك انه الباب المقفول ما له مقفول لانك ما بتستاهل، الباب المقفول مقفول لانه في وراه نجاح. ورا كل باب مقفول جبر، ورا كل باب مقفول هدية، ورا كل باب مقفول قصة كبيرة خصصك ربنا فيها. هون بدي وقفك ثانية، لأن في شي ما حدا بيقوله. هذا العرق اللي عم تعرقه ربنا شايفه، هذا المجهود اللي عم تبذله كل يوم وعم تشقى ربنا شايفه. شايف صدقك، شايف إخلاصك، شايف أحلامك. والتعب ما بيضيع عند ربنا، مكافأة التعب بتجي بوقتها. صدقني إذا ما كنت ناجح لا حدا رح يتطلع فيك ولا حدا رح يسأل عنك، بس لما بتوصل كلهم رح يتذكروا إنه كانوا بيعرفوك. فقوم واطوي الكوكب واشتغل وكلك يقين إنه نهاية الرحلة لازم تكون حلوة. احكي لي أي باب مقفول عندك هلأ، اكتبه بالكومنت، خليه تذكير لإلك إنه وراه في شي كبير ناطر.